ما زلت معكم في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا عند قول الشيخ، أو قد ذكر الشيخ فيما قرأنا سابقا الشبهة التي يقولون فيها أنهم لا يشركون بالله، وأن الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم بكشف الكروبات وإغاثة اللهفات ليس بشرك. وقد أجاب الشيخ عن هذه الشبهة بعدة إجابات، ثم ذكر بعد ذلك، أو مما أجاب به الشيخ، أن فعلهم هو فعل المشركين، أن فعلهم هو فعل كفار قريش. أيضا كفار قريش كانوا يلتجئون إلى الملائكة وإلى الجن وإلى الصالحين وإلى الأشجار والأحجار بغرض كشف الشبهات، أو كشف الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك. ثم قال الشيخ: فإن قالوا إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون أو يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد الله أو عبد القادر ابن الله ولا غيره. يقول الشيخ لما قال لهم الشيخ أن هذا فعلكم هو فعل كفار قريش، والله عز وجل كفرهم بسبب هذا الاعتقاد، أنهم يعتقدون في الملائكة والجن وغير ذلك ويلتجئون إليهم. قالوا: لا، الله عز وجل كفرهم لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل هذا، لم نقل عبد القادر الجيلاني أنه ابن الله. ففرق بيننا وبين كفار قريش. يقول الشيخ: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له. قال: والصمد المقصود في الحوائج، الذي تصمد إليه الخلائق في الحوائج. يقول: فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال: ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. الجواب أن الشيخ يقول: هذا كفر وهذا كفر. الكفر ليس نوعا واحدا، هم نعم أتوا أنواعا من الكفر. كفار قريش كفروا لما قالوا أن الملائكة بنات الله، وأيضا كفروا بالالتجاء إلى الملائكة وإلى الصالحين وغير ذلك. قال الشيخ: فهذا كفر وهذا كفر. فالله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له. ثم قال: وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يقول: ففرق بين الكفرين، اللي هو كفر أن الملائكة بنات الله، أو الزعم أن لله ولد، وأيضا الكفر هو تشبيه الله عز وجل أو تشبيه أحد بالله عز وجل، أو مساواة أحد بغير الله أو بالله جل وعلا في شيء من خصائص الله. قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، ومع ذلك كفروا. أفرأيتم اللات والعزى. قال: والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، لم يجعلوا الجن بنات الله. قال: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربع يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولد فهو مرتد. قالوا: يفرقون بين الكفرين، فمن زعم أن لله ولد كفر، ومن التجأ إلى غير الله ودعا غير الله واعتقد في غير الله أنه ينفع ويضر فقد كفر. وهذا مذكور في أحكام الردة. قالوا: هذا غاية الوضوح، غاية الوضوح أن الكفر ليس نوعا واحدا، كفر أنواع، وأن كفار قريش أتوا أنواعا من الكفر،
ولم يأتوا نوعا واحدا. قال وإن قال هذا القبوري المشرك، وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما ذكرنا يأتي سابقا بآيات مشتبهات، وقد لا يعرف الإنسان معناها أو لا يعرف كيف يستدل بها على ما يريد، فقل له هذا حق، نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما حد يخالف في هذا، ولكن لا يعبدون، فرق. نعم الأولياء لهم مكانة عند الله عز وجل، لكن ليس من مكانتهم أن نعطيهم مكانة الله أو نغلو فيهم ونتجاوز الحد فيهم أو نلتجئ فيهم ونعتقد فيهم. قال ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، هذا لا نجحده. وذكرنا سابقا دائما أن أهل الباطل إذا أنكرت عليهم الباطل ادعوا أنك تنكر الحق، هذا دائما. فإذا أنكرت عليهم مثلا في قضية الشفاعة وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أنكرها، لكن الشفاعة يملكها الله وبشروط كما ذكر الشيخ. وإذا قلت لهم مثلا الأولياء لا يجوز أن تعتقد فيهم ولا أن تسألهم ولا تلتجئ إليهم، قالوا أنت تنكر وتنتقص الأولياء ولا تعرف مكانة الأولياء. لا أعرف مكانة الأولياء وأعرف قدرهم ومنزلتهم وأحبهم وأتبعهم، لكن لا أعبدهم. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. وقد ذكرنا سابقا أن دين أهل السنة وسط، هناك من ينكر الكرامات وهي خوارق العادات التي يحدثها الله عز وجل على يد نبي أو ولي، وهناك من يثبتها ويتوسع في إثباتها، بل ويدعي أنه لكل ولي لا بد أن يكون له كرامة، لا بد أن يكون له كرامة. وقد ذكرنا سابقا أن أهل السنة لا، وسط. نعم هناك كرامات ثابتة، لكن هذه الكرامات ما هي دائما شرط في كل ولي، ولا هي دائما تحدث لإعلاء مكانة هذا الولي، قد تحدث تثبيتا لهذا الولي، وقد تحدث لنصرة لدين الله عز وجل وللأمة الإسلامية، ليس لأجل هذا الولي. فاليوم هؤلاء أهل القبور واضح يتوسعون في قضية الكرامات، وأكثر الكرامات اللي تدعونها هي سحر وشعوذة واستعانة بالجن، فمثل استخدام السكاكين والسياخ ويدخلها الإنسان في جسده ويدعون أن هذه كرامة، هذا ليس بكرامة، هذا من السحر والشعوذة. ومن الصوفية الغلاة من يذكر محرمات في كرامات الأولياء والعياذ بالله. مثل اقرأوا كتاب الشعراني الطبقات، تجد أنه يذكر محرمات، يعني فلان كان لا يصلي، كان يبول في المسجد، هذه من كراماته، كان يأتي المردان والعياذ بالله، هذه من كراماته. كيف هذه كرامات؟ هم يعتقدون أن هذه كرامات لأن عندهم هذا الرجل وصل إلى مرحلة أو منزلة التشريف لا التكليف في الاتحادية والحلولية الصوفية، أن الله يحل فيها أو يتحد مع الله والعياذ بالله، فينتقل من قضية التكليف أنه مكلف بالأوامر والنواهي إلى قضية التشريف، فلا يطالب لا بأوامر ولا بنواهي. فقد يأتي المحرمات ويقولون للمريدين الطلبة أنتم إذا رأيتم الشيخ يأتي محرم هو في الظاهر محرم فلا تستنكرون عليه، لكن في الباطن هذا أمر أراده الله ومطلوب. طبعا يستدلون بقضية الخضر لما قتل الغلام وكذا، وكانت أمور في الظاهر منكرة لكن في الباطن أرادها الله عز وجل لمآلات ولأهداف ولغايات ولحكم. كل هذا والعياذ بالله من الباطل ومن الكفر الصريح والعياذ بالله.
من يدعي أن الإنسان يصل إلى مرحلة التشريف وتسقط عنه الأوامر والنواهي ويتحد مع الله أو أن الله يحل فيه. عقيدة ابن عربي وأتباعه اللي يقولون العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، ويقول ما في هذه الجبة والعياذ بالله إلا الله. هذا كله من الكفر الصريح. ففرق بين الكرامات التي يثبتها للسنة وبين الكرامات التي يثبتها أهل التصوف. فالسنة دائما وسط في كل أبواب العقيدة بين أهل الباطل. قال ودين الله وسط بين طرفين، وهدي بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، يسمون الشرك أهل زمان الشيخ رحمة الله عليه في زمانه كانوا يسمون الاعتقاد، ويقصدون الاعتقاد في الأولياء والقبور والأضرحة أنها تنفع وتضر ويلتجون إليها في كشف الكروبات وإغاثة اللهفات وجلب النفع ودفع الضر. هذا يسمونه الاعتقاد. إذا عرفت هذا يقول الشيخ فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كفار قريش ومن كفرهم الله عز وجل لا يشركون إلا في الرخاء، أما في الشدة يعرفون أنه لن ينجيهم إلا الله عز وجل. وأما كفار زماننا ومشركي هذا الزمن حتى في حال الشدة وفي يعني أقوى الحاجات والكروبات الشديدة يلتجئ إلى غير الله عز وجل. قال وكما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، في حال البحر الشدة فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال وقوله جل وعلا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، في حال الضر يدعو الله مخلصا لله عز وجل، إلى قوله جل وعلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابنا. وقوله جل وعلا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، غير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم في حال الضراء يخلصون الدعاء لله عز وجل ولا يشركون معه أحد. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره لكن في الرخاء، قالوا أما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، فلذلك هم أشد شركا وكفرا. قال ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. ثم قال الأمر الثاني الذي يدل على أن مشركي زمن الشيخ وزماننا أيضا هم أشد شركا وكفرا من مشركي قريش أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله وليست عاصية. إن هذا الشجر والحجر كله يسبح لله عز وجل مطيع لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يقول لكن وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة
والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. هذا موجود أصلا في الكرامات التي يذكرونها. لا يصلي ولا يشهد الجمعة ولا يشهد المساجد، بل بال في المسجد كرمكم الله وفعل وفعل وأتى من المحرمات، وهذه يعدونها من كراماته. قال والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في ممن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. كله كفر، من يعتقد في هذا ومن يعتقد في هذا. لكن هم يعني غلوا في أناس أو عظموا أشياء ليست بمعظمة، لكن مشركي العرب عظموا أشياء معظمة مثل الملائكة والأنبياء والصالحين، لكن تجاوزوا فيها الحد. ولا شك أن من عظم شخصا ليس بمعظم أصلا، هذا أشد ممن عظم شخصا معظم لكن تجاوز فيه الحد. قال فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يرددونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. هذه الآن شبهة سيبدأ الشيخ فيها، وهي هذه من أهم الشبهات. يقول أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، يقصدون كفار قريش، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلون مثل أولئك؟ كأنهم يزعمون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والصلاة وغير ذلك من شرائع الإسلام تعصم من الوقوع في أي كفر. يعني من أتى بالشهادتين وصلى وصام حتى لو وقع في كفر، سواء هذا كان كفر قولي أو كفر عملي أو كفر اعتقادي، لا يخرج من ملة الإسلام. هذا معنى هذه الشبهة. الآن الشيخ سيجيب عن هذه الشبهة. يقول فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لا يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة ولو صلى. يعني الإنسان لو أقر بتوحيد الله عز وجل وجحد وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، فجحده والعياذ بالله كفر، وهذا مذكور في باب أحكام الردة. قال ولو صلى أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة ولو زكى أيضا، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم ولو صام، ما دام أنه يجحد وجوب الصوم هذا كفر والعياذ بالله. أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج أيضا ولو حج. قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقادوا للحج، أنزل الله عز وجل في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر الحج اعتقاد وجوبه. قال فإن الله غني عن العالمين. قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. يقول بعض أهل الأحساء اعترض على
كلام الشيخ في التوحيد، وأن يعني من التجأ إلى الصالحين هذا كفر، فاعترض عليه بهذه الشبهة، قال: كيف تكفر أناس وتجعلهم ككفار قريش وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويزكون ويحجون؟ فبين الشيخ هذا الجواب، أنه من أقر بالتوحيد، لو إنسان شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أنكر وجوب الصلاة ما يكفر؟ يكفر. طيب لماذا لم تنفعه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لماذا لم تعصم دمه وماله؟ لأنه أتى مكفر. لو والعياذ بالله سجد لغير الله وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كفر، صح؟ لو أعوذ بالله وطأ المصحف، يكفر؟ كفر والعياذ بالله. وقد يكون يصلي ويزكي ويفعل ويتشهد. فلا إله إلا الله وغيرها من شرائع الإسلام لا تعصم الإنسان لو أتى بمكفر، لا تعصمه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. يقول: ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه. هذا إجماع، لا تختلف المذاهب في هذه الأمور، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ إذا جحد الفروع بالنسبة للأصل اللي هو التوحيد، هذه الصلاة والزكاة والحج فروع بالنسبة للتوحيد، التوحيد هو الأصل. يقول: فمن أتى بالأصل وجحد الصلاة أو الزكاة يكفر، والذي يجحد الأصل وهو التوحيد ويأتي بالفروع لا يكفر، هذه مصيبة. يقول: ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يقول الشيخ: ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة. بنو حنيفة اللي كانوا في اليمامة، وحدة قبائل العرب الذين صدقوا بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بنو حنيفة أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم مسيلم ويشهدون. يقول: وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون أن مسيلمة نبي، فقل له: هذا هو المطلوب. طيب، هذا المطلوب. يقول: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. هذا الرجل مسيلمة رفعه إلى مرتبة النبوة، يكفر. قال: وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. قال: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قل: هؤلاء رفعوا بشر، رجل، إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبوة، كفروا. فكيف بمن يرفع بشر؟ يقول: مثل شمسان. شمسان هذا أيضا قبر وثن يعبد من دون الله عز وجل في وقت الشيخ كان، يقولون قريب من منطقة العارض، وكانوا أيضا له أبناء ويعتقدون فيهم أيضا. أو يوسف أيضا كان له قبر وضريح ووثن يعبد من دون الله عز وجل. فهذه كلها كانت في جزيرة العرب وقت الشيخ. بعضهم قال يوسف كان في الأحساء، وبعضهم قال لا، كان في الكويت، والله أعلم. لكن في كلام الشيخ ورسائل أئمة الدعوة يدل على هذا، أنه كان إما في الأحساء وقريب من الكويت، هذا القبر والضريح ليوسف. قال: أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض. ويقال أيضا، الشيخ الآن ينوع الإجابات، يقول: ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ما حالهم؟ كلهم يدعون الإسلام، مسلمين،
وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف، وفي مثل الاعتقاد في شمسان وأمثالهما مثل تاج وغيره، والقبور والأضرحة التي كانت في جزيرة العرب. يقول: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ بنو حنيف الذين حرقهم علي رضي الله عنه غلوا في علي حتى ادعوا أنه نبي، ثم ادعوا أنه إله والعياذ بالله. جمعهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار بمشهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وقال: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة مولاه غلامه دعاه وقال: اشعل النار وجيبهم حرقهم في النار. والصحابة أجمعوا على جواز ما فعله، أو أنهم يستحقون ما فعلوا علي رضي الله عنه وارضاه، وأنهم كفروا بهذا. خالفه ابن عباس رضي الله عنه في قضية التحريق في النار، ولم يخالفه في أنهم يستحقون العقوبة، لكن خالفه في التحريق في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن علي رضي الله عنه فعل هذا باجتهاد، ورأى أنه يجب التغليظ في العقوبة على من اعتقد هذا الاعتقاد. وفعله أيضا أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، أيضا حرق بعض الناس لغلظ الجريمة والكفر الذي وقعوا فيه. ثم قال: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ هم طبعا دعوا أن الشيخ يكفر المسلمين، والشيخ كتب كتابات وأرسل رسائل أنني لا أكفر أحدا من المسلمين، ولا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا أكفر إلا من اعتقد كفرا، أو قال قولا كفريا، أو عمل عملا كفريا. والشيخ يقيم الحجة عليهم ويرسل لهم الرسائل ويكتب لهم الكتابات ويبين لهم الأدلة. ثم من أعرض بعد ذلك وعاند، هذا الذي يستحق الكفر. لكن الشيخ لم يكفر مسلم من بداية الأمر. ويعرف الشيخ أن هناك من يشيع أصلا الشرك ويقرر الشرك، وبعض الناس خالفوه ممن يدعون العلم، فكان الشيخ يرسل رسائل ويناقش ويجادل ويبين لهم التوحيد وأن هذا شرك. بعد ذلك من قامت عليه الحجة وقد أتى مكفرا، هذا الذي يستحق الكفر. أما أن يكفر مسلم، لا والعياذ بالله، ما كفر الشيخ مسلم. قال: تظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله، أيضا هذا تاج كان أحد الأضرحة والقبور التي كانت في جزيرة العرب، قالوا: وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر، يكفر صاحبه؟ أيهما أفضل، علي رضي الله عنه أم تاج وشمسان ويوسف والأضرحة؟ هذا لا شك أنه علي. فالذي اعتقد في علي كفر والعياذ بالله وحرق بالنار، فكيف بمن يعتقد في هؤلاء؟ قالوا: يقال أيضا بنو عبيد القداح الذين يلقبون أنفسهم بالفاطميين، الذين حكموا مصر والمغرب، هؤلاء كانوا يدعون أنهم من نسل فاطمة، وقد أنكر يعني أهل النسب والعلماء هذا الأمر، وقالوا أنهم لا، هم من أولاد المجوس أو من أولاد اليهود. فهؤلاء حكموا مصر وحكموا المغرب في يعني زمن العباسيين، وكانوا يلقبون أميرهم أو الحاكم فيهم الحاكم بأمر الله، والحاكم بكذا والحاكم بكذا. قال: هؤلاء بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات، بل ينصبون المفتين والقضاة. يقول: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، خالفوا شرع الله عز وجل في أشياء في البداية دون ما نحن نتكلم عنه، اللي هو أصل الدين والتوحيد. خالفوا يعني في بعض الفروع، بعض الأمور المحرمة، مثل جواز التزوج من الأختين، وأمر المفتين بأن يفتوا بهذا. ومع ذلك أجمع علماء ذاك العصر على كفرهم بهذه الأفعال، ومع أنها دون التوحيد،
لكن كفروهم بهذه الأفعال وحكموا بكفرهم. قال فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيها أي من التوحيد أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، بل جاهدوا وفتحوا مصر والمغرب وأبعدوا هؤلاء عنها. وألف ابن الجوزي كتاب في هذا النصر على مصر، ويقصد على العبيديين هؤلاء. قال وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ثم يقول الشيخ ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، كل المذاهب، باب حكم المرتد؟ معناته ما في مرتد. إذا إنسان شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول خلاص تعصمه ما دام انه يصلي ويزكي، تعصمه من الوقوع في أي كفر. ما معنى باب حكم المرتد؟ في كل مذهب، مذهب الأحناف ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، في باب حكم المرتد، ويذكرون أمورا فيه من أتى مكفرا اعتقاديا أو قوليا أو عمليا، أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ويذكرون أمور أن من أتى بها فإنه يكفر بها ويعتبر مرتد، يعني كان مسلم ثم ارتد. يقول إذا كانت لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تعصم الإنسان، ما معنى هذا الباب، باب حكم المرتد؟ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. قال ثم ذكروا أنواعا كثيرة من الكفريات، كل نوع بعضها اعتقادي، بعضها قولي، بعضها عملي، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، يحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ذكروا أشياء يسيرة في بعض المذاهب، من يصغر المسجد يقول مسيجد أو مصحف مصيحف، هذه يعدونها من نواقض الإسلام، ويعدونها من أنواع الردة التي يكفر بها صاحبها. هذا موجود في كل المذاهب. الشيخ لم يأتي بجديد، محمد بن الوهاب لم يأتي بجديد، وليس هناك شيء اسمه دين الوهابية. كل ما ذكره الشيخ موجود في باب أحكام المرتد. قال ثم إنهم ذكروا أن قد يقول الإنسان كلمة بلسانه دون قلبه، ما قصد القلب لكنها كلمة كفرية، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، كالذين استهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في القصة المشهورة. قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه في غزوة حنين أو في غزوة تبوك عفوا، قالوا يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، والذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، هم يعرفون معناها أنها استهزاء، لكن لم يظنوا أنها توصل الكفر، مع ذلك كفروا. قال فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ثم قالوا ومن الدليل على ذلك ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون أن بني إسرائيل لم يكفروا بهذا. قالوا وكذلك الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط
لم يكفروا. هذا إن شاء الله نؤجلها إلى الأسبوع القادم لأنها متعلقة بالشبهة التي بعدها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.